السلام عليكم. من بعد ما شفنا الناس الاكثر عرضه للسكيزوفرينيا غادي نشوفوا الاعراض، ماشي باش نخوفوا، لا باش نفهموا. حيت شحال من مره التشخيص كيجي متاخر حيت ما عرفناش نشرحوا الواقع. سكيزوفرينيا مرض معقد كيأثر على التفكير، كيأثر على المشاعر وعلى السلوك ديال الشخص. والاعراض كتبان في ثلاثه ديال المجموعات. المجموعه الاولى كنسميوها الاعراض الايجابيه، لي سيمبتوم بوزيتيف، ماشي حيت زوينين ماشي حيت مزيانين، حيت هما فوق السلوك العادي. يعني الشخص كيقدر تولي عنده هلوسه، كيولي كيسمع شي حوايج ما كاينينش، كيشوف شي حوايج ما كاينينش، وكيحس في الذات ديالو بشي حوايج ما كاينينش، بحال عنده حشرات في الذات ديالو ولا ما عندوش الامعاء ولا. وهو هذاك الاحساس ديالو راه بصح كيحس به، ماشي كيخترعوا ولا كيكذب عليك ولا كيقول لك شفت شي حاجه. داروا دراسات، خداو الناس اللي عندهم هلوسه وداروهم دوزوهم في لي زيغام ولا لي سكانير، وكتبان لك المناطق مثلا اللي عنده هلوسه سمعيه، كتبان لك المنطقه ديال السمع هي اللي خدامه وقت اللي كيدوزو سكانير، اولا منطقه البصر ملي كيولي راه شفت شي حد ولا. يعني هو كيعيش هذاك الهلوسه ديالو بالذات ديالو بالمشاعر ديالو. الا بغيتو نموذج باش تفهموا كيفاش كيعيش هذا الشخص، كنصحكم بالفيلم ديال ان هوم ديكسيبسيون اللي كنعاودوا فيه القصه ديال دكتور ناش، ان غرو ماتيماتيسيان عنده مرض سكيزوفرينيا وخدا جائزه نوبل. الا تفرجتوا فيه غادي حتى نتوما تعيشوا الاوهام ديالو حتى نص الفيلم، ومن بعد غادي تكتشفوا الحقيقه. كاينه المجموعه الثانيه اللي هي الاعراض السلبيه، يعني اللي ناقصه على السلوك العادي. انعدام الرغبه، يعني حتى حاجه ما كتبقى عاجباه، حتى حاجه ما عندها بليزير. كيولي داك الشخص عنده ابراغماتيزم، يعني ما يقدرش يبدا الحاجه بوحدو، خاص دائما تبدا معاه الحاجه. كيعرف مثلا يعرف يدوش، ولكن خاصك تقول ليه نوض دير. كيعرف يطيب، ولكن خاصك تبدا معاه الحاجه، حيت واحد المنطقه عنده في الدماغ ديالو ما بقاتش خدامه مزيان. يعني باش يبدا الحركه او يبدا الحاجه خاص تحفزو ولا ما كيديرهاش. وكيكون انعدام المشاعر او نقص في المشاعر، اللي كتقدر توصل حتى ليموسمون افيكتيف. يعني الشخص ما كيقدرش يعرف شنو هو الحزن، الفرحه. تخيل شي حد اللي ما يقدرش يحب، شي حد اللي يشوف شي حد مات وما يحسش بالحزن، يعني شي حاجه صعيبه. والمجموعه الثالثه هي لا ديزورغانيزاسيون، الترجمه ديالها لقيت لا شكل او لا تنظيم. يعني الشخص كيولي عنده الافكار مشتته، كيولي عنده نقص في التركيز، نقص في الذاكره، ما كيبقاش عنده الانتباه بزاف، مثلا ما يقدرش يتفرج